لو لسه ما تعرفوش تعالوا اقول لكم ان معرض زهور الربيع اتمد شهر زيادة لحد 19/6. المفروض كان يخلص 19/5 واتمد شهر زيادة. لو لسه ما تعرفوش شير للفيديو ده لكل اصحابك ومعارفك، للناس اللي كانوا عايزين تروحوه. لكل الناس بقى اللي عايزة تلحق تروحوا، طبعا ده مكان حلو جدا. هو مكانه في المتحف الزراعي في القاهرة. بتنزلوا محطة الدقي بتاعة المترو وبتفضلوا ماشيين تحت الكوبري لحد ما يخلص، تحودوا شمال لحد ما تلاقوا المتحف الزراعي هو جواه. بيفتح من 10 صباحا ل10 مساء. التذكرة بتاعته اقتصادية جدا ب10 جنيه فقط. في كل انواع الزهور اللي انتوا ممكن تتخيلوها واللي ممكن اول مرة تشوفوها في حياتكم، الشمس والظل كمان. مش بس انواع الزهور، لا كمان مستلزمات الزراعة اللي انتوا كلها بتحتاجوها. كمان في طيور. بصراحة هي احلى فسحة ممكن تروحوها. هتلاقوا كمان هناك بذور النباتات رخيصة جدا. لقيت كمان هناك معرض ديارنا، ودي كانت احلى مفاجأة ليا، لان لقيته هناك بيبيع حاجات جميلة جدا. المعرض ده بيتميز ان هو كل حاجته هاند ميد. طبعا اسعاره حلوة جدا بالنسبة لحاجات الهاند ميد. احنا عارفين طبعا ان حاجة الهاند ميد بتبقى عاملة ازاي. حاجات من الحاجات اللي تحفة اللي لقيتها هناك ان كل منتجات وزارة الزراعة هتلاقوها هناك، من سمنة لزيت زيتون لمخللات لمربات. بصراحة مفيش احلى من كده. هناك كمان مشاتل كتيرة جدا وكلها احلى من بعض، كلها بتنافس بعضها، وكل واحد فيهم بيحط اللمسة الجمالية بتاعته اللي مش موجودة في المشتل التاني. كمان لقيت مشتل للفاكهة الاستوائية، ودي حاجة اول مرة في حياتي اشوفها. مشاتل هناك الفاكهة كتيرة جدا زي مشتل الفقي. كمان هتلاقوا النباتات النادرة اللي لا يمكن تشوفوها في أي حتة غير في معرض الزهور. صدقوني مش هتندموا، خروجة اقتصادية رخيصة وفي نفس الوقت ممتعة جدا. هتشوفوا حاجات أول مرة تشوفوها زي ما أنا شفت بالظبط. طبعا بقى عن الأسعار فهي اقتصادية جدا، بتبدأ من 10 جنيه لحد 5000 جنيه. يعني لو عايزين تجيبوا حاجة لطيفة تغيروا بيها جو البيت وجو الحالة النفسية بتاعتكم، أكيد هناك هتلاقوا. بصراحة هي فسحة لطيفة جدا، اقتصادية جدا، ممتعة جدا. هتغير مودكم 180 درجة وهتعيشكم جو الربيع والصيف. وقبل ما انهي الفيديو معاكم، في حاجة مهمة جدا نسيت اقولها لكم، وهي ان انتوا لازم تلبسوا كاسكتة او طاقية. وكمان لازم تاخدوا معاكم مية، ازازة مية تكون كبيرة وشمسية، لان هناك الجو حر جدا. كمان مفيش مكان ضلة تقعدوا فيه، فلازم تكونوا عاملين حسابكم. اخر حاجة بقى، انا كنت عاملة فيديو حلو قوي 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 لمعرض الزهور. اكتبوا كده معرض الزهور داليا الرفاعي، وقبل ما تمشوا من هناك لازم تتصوروا صور حلوة زي ما انا اتصورت كده. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لي احلى لايك.